من الموت الأسود إلى كورونا، أوبئة قتلت الملايين حول العالم. سبب انتشار فيروس كورونا ذعرا في جميع أنحاء العالم، حيث شل الحياة بشكل شبه كامل، حول مدنا مشهورة إلى ما تشبه مدن الأشباح. لكن هذا الوباء الذي انطلق من الصين ليس الأول من نوعه الذي واجهته البشرية، فكيف تم التخلص من هذه الأوبئة؟ الطاعون، الموت الأسود. وضرب وباء الطاعون الإمبراطورية الرومانية في نهاية السلالة الأنطونية بين عامي 165 و 190 ميلادي، وتفشى في القارات الثلاثة أوروبا وأفريقيا وآسيا في أوقات متعددة، وسمي المرض بالطاعون أو بالموت الأسود، وتميز بنسبة الوفيات العالية التي قد تصل إلى 50% من الإصابات. وسجل التاريخ العلمي انتشارا شهيرا للطاعون عرف باسم طاعون جوستيانين، وذلك نسبة إلى الإمبراطور البيزنطي جوستين سنة 451 بعد الميلاد. واستمر حدوث أوبئة متقطعة لمدة 200 سنة قتلت نحو 25 مليون إنسان، وامتد الوباء إلى معظم دول الحوض المتوسط. أما في عام 1334 فقد بدأ انتشار ما عرف بالموت الأسود أو الطاعون العظيم في الصين، ومنها إلى القسطنطينية وسائر أوروبا، حيث حصد نحو 60% من مجموع سكان أوروبا. أما في العصور الحديثة فكانت نقطة انطلاق الطاعون من الصين في ستينيات القرن التاسع عشر، وبعدها إلى هونغ كونغ أواخر القرن، وحتى بداية القرن العشرين، وانتشر عبر الجردان في السفن البخارية. وهذه المرة حصدت الجائحة نحو 10 ملايين شخص. وفي هذا الوباء تم معرفة أن مسبب الطاعون هو بكتيريا، وأن المرض ينتقل عبر براغيث الجردان. هذه المعلومات ساعدت في إيقاف الطاعون من خلال مكافحة البراغيث والجردان خاصة في المدن. الجدري، وهو مرض فيروسي يسببه فيروس فاريولا، يؤدي إلى تشكل بقع تتحول إلى بثور ولاحقا إلى ندوب عميقة. وتسبب هذا المرض في قتل نحو 30% ممن أصيبوا به عبر التاريخ. أما الناجون منه فقد رافقهم العمى وندوب عميقة جدا وعلامات على الجلد، إضافة إلى تشوهات أخرى مثل فقدان الشفاه والأنف وأنسجة الأذن. من أهم الأسباب التي أكسبت الجدري خطورته إنه مرض ينتقل عبر الهواء، فالسعال والعطاس والاتصال المباشر مع أي سوائل جسدية يمكن أن ينشر فيروس الجدري. بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركة الملابس الملوثة والفراش يمكن أن يساهم في نقل العدوى. ويعتقد أن الجدري نشأ في الهند أو مصر قبل 3000 عام على الأقل، وانتشر في وقت لاحق على طول طرق التجارة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. فقد تم توثيق أوصاف لا لوث فيها لهذا المرض في الصين خلال القرن الرابع، وفي الهند ومنطقة البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السابع الميلادي، فضلا عن جنوب غرب آسيا خلال القرن العاشر. وتشير التقديرات إلى أن الجدري دخل أوروبا بين القرنين الخامس والسابع مع انتشار الأوبئة خلال العصور الوسطى. أدخل المستعمرون الأوروبيون الجدري إلى الأمريكيتين وأيضا أفريقيا وأستراليا بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، مع معدلات إصابة بلغت 90%. ويعتقد عموما أن الجدري كان السبب وراء سقوط إمبراطوريات الأستيك والإنكا. وتشير التقديرات إلى أنه كان هناك 300 إلى 500 مليون حالة وفاة بسبب الجدري في جميع أنحاء العالم. وتم الإعلان في عام 1980 عن استئصال الجدري بفضل برنامج منظمة الصحة العالمية لاستئصال الجدري من العالم، ويعتبر هذا الإنجاز واحدا من أكبر الانتصارات العلوم الطبية. الإنفلونزا.
ومن هذه الأوبئة أيضا فيروس قوي أوجع سكان الكرة الأرضية وتفشى في جميع أنحاء العالم في تفشي سنوي، وهو الإنفلونزا. وتعتبر إنفلونزا روسيا أقدم وباء إنفلونزا مسجل بين عامي 1889 و 1890. سببه انتشار فيروس H2N2. وبدأت الإنفلونزا بالظهور من روسيا وسرعان ما انتشرت في أوروبا ووصلت إلى أمريكا الشمالية في ديسمبر عام 1989، ومن هناك انتشرت إلى أمريكا اللاتينية وآسيا في فبراير عام 1980، وتوفي حوالي 1,000,000 شخص جراء الإصابة بالعدوى. أما الإنفلونزا الإسبانية فتعتبر الأكثر ضرراً على البشرية، حيث يقول مؤرخون إن الفيروس انتشر أولاً عام 1918 في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى. ويضيفون إن الجنود على الجبهة الغربية للحرب كانوا يعيشون في خنادق ضيقة وقذرة ورطبة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وبسبب سوء التغذية وضعف الجهاز المناعي لهؤلاء، الأمر الذي جعلهم عرضة لفيروس الإنفلونزا الإسبانية، وذلك بحسب ما يقول موقع لايف ساينس العلمي. ومن خندق إلى آخر انتشرت الإنفلونزا حتى خرجت من النطاق العسكري لتصيب المدنيين، خاصة عندما بدأ الجنود في العودة إلى منازلهم مع توقف القتال، ليتفشى الفيروس في قراهم ومدنهم، وقد أودى بحياة ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون شخص. أما موقع السيطرة على الأمراض والوقاية فيقول نحو 500 مليون شخص أصيبوا بالإنفلونزا الإسبانية، أو ما يعادل ثلث سكان الكرة الأرضية آنذاك. وبحسب موقع هيستوري المتخصص في الشؤون التاريخية على الإنترنت، فقد انتهت الإنفلونزا الإسبانية في صيف عام 1919 بعدما مات أولئك الذين أصيبوا بها أو طوروا جهاز المناعة لديهم. وهنالك أيضا الإنفلونزا الآسيوية التي ظهرت في عام 1957 وتسببت بمليوني حالة وفاة، إلى جانب إنفلونزا هونغ كونغ التي ظهرت عام 1968 وتسببت بمليون حالة وفاة. وفي ربيع عام 2009 تعرف العلماء على سلالة معينة من إنفلونزا الخنازير وتسمى باسم H1N1. وفي الواقع أن هذا الفيروس مزيج من الفيروسات الواردة من الخنازير والطيور والبشر خلال موسم الإنفلونزا لعام 2009-2010. أدى هذا الفيروس إلى إصابة الجهاز التنفسي البشري بعدوى كان يشار إليها عادة باسم إنفلونزا الخنازير. ولأن أعدادا هائلة من الناس أصيبت بهذه العدوى في تلك السنة، أعلنت منظمة الصحة العالمية إنفلونزا فيروس H1N1 وباء عالميا. وفي أغسطس عام 2010 أعلنت منظمة الصحة عن انتهاء هذا الوباء العالمي. سارس. يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وهو مرض تنفسي فيروسي من أصل حيواني المنشأ. بدأ ظهوره في الصين وأخذ ينتشر في بلدان العالم ولا سيما في دول جنوب وشرق آسيا، ليصاب ضحاياه بصعوبة التنفس والتهاب رئوي غامض. ظهر كتهديد عالمي في آذار عام 2003، وسجلت أول إصابة في شمال الصين في شهر كانون الأول من عام 2002. ويعتبر الطبيب الإيطالي كارلو أورباني هو أول من اكتشف الفيروس وتوفي بسببه، وأصيب أكثر من 3000 شخص، ولقي 861 حتفهم في جميع أنحاء العالم منذ أن ظهر في أول مرة في إقليم فلسطين. لم يتم اكتشاف أي لقاح أو علاج وقائي له يثبت أنه علاج آمن وفعال على حد السواء في البشر. الإيدز. عام 1976 ظهر في الكونغو وانتشر في مختلف أنحاء العالم، وتسبب بوفاة 35 مليونا منذ ظهوره.
وفي عام 2014 توصل علماء إلى أن منشأ وباء الإيدز يعود إلى العشرينيات من القرن الماضي في مدينة كينشاسا الموجودة حاليا في جمهورية كونغو الديمقراطية. إيبولا. ظهر هذا الوباء في غينيا وانتشر إلى ليبيريا وسيراليون المجاورتين، ليعرف بعدها باسم فيروس إيبولا في غرب إفريقيا. وخلال ذلك العام توفي حوالي 6000 شخص بسببه. وفي عام 2018 ضرب إيبولا مجددا جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث فقد أكثر من 2200 شخص حياتهم. وجاء كورونا ليكمل سلسلة هذه الأوبئة التي قتلت الملايين حول العالم.